قرية جكة الكردية من عشائرها بإسكان ورشوان وعوائل تركمانية وافدة أثناء تغييرات ديمغرافية أولها أثناء الاحتلال العثماني. عدد سكانها حوالي 950 نسمة، ومساحة القرية 1300 هكتار تقريبا. تتبع إداريا لمحافظة حلب منطقة عزاز ناحية أخترين. تبعد عن حلب شمالا 40 كيلومتر، وعن منطقة عزاز شرقا 21 كيلومتر، وعن ناحية أخترين شمالا 10 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية مريغل، ومن جهة الشرق قرية صندرة، ومن جهة الشمال قرية دوديان، ومن جهة الجنوب قرية شويرين. تعرض القرية عبر التاريخ لعديد من السياسات، وأولها سياسة التتريك، منع التكلم باللغة الكردية وتكلم باللغة التركية. وبعدها سياسة التعريب، منعوا التكلم باللغة الكردية وتدريس باللغة العربية في المدارس، مما نسوا لغتهم الأم. والآن يتكلمون اللغة التركية والعربية، ولكن لم ينسوا أصولهم الكردية وأقربائهم من قرى المجاورة وعاداتهم وتقاليدهم الكردية. تشتهر القرية بزراعة القمح المروي والبعلي والشعير والعدس والكمون والفول والحمص وخضروات صيفية بكافة أنواعها، ومساحات من الكروم العنب والتين والزيتون، وأيضا تربية المواشي مثل الغنم والماعز والبقر، وتربية الدجاج البلدي. وقسم من الأهالي القرية لديهم حفارات آبار وحصادات. وقسم من شباب القرية كانوا يعملون في حلب في مجال الخياطة ومصانع الأحذية وورشات تصليح سيارات. تعرض القرية لعدة مرات للتهجير جراء اشتباكات في وسط القرية، أولها بين النظام والفصائل، وبعدها أثناء سيطرة الفصائل ازداد المعاناة. كانت كبيرة من خطف وطلب فدية مالية وتشليح والسرقة، حتى عام 2014 أثناء اشتباكات بين داعش وفصائل. وبعد الشهر تم السيطرة ضد داعش على قرية. ازداد المعاناة على الشعب من اعتقالات ليلية وذبح في ساحات وتصليب على مفارق الطرق، حتى عام 2017 وضمن اتفاقية بين داعش والدولة التركية وتغيير أدوار وانضمام أغلب أمراء داعش للجيش الوطني وقيادات فصائل تركمانية والشرطة العسكرية وإدارات مجالس مدنية بتعليمات من الأتراك الضغط على الأهالي، والهدف منه تفريغ القرية من سكانها الأصليين وتسكين ناس غرب من عوائل المرتزقة واستيلاء على أملاكهم وبناء عليها قواعد عسكرية ومخيمات ومقرات للفصائل. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد، وشكر وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.